السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد مصطفى من سبيد تك اللابتوب. لو انت طالب في كلية هندسة او انت مصمم وبتدور على حاجة تكون تاتش ودوران 360 درجة بيتحول لتابلت زي اللابتوب دوت، لابتوب من شركة ديل. جهاز ممتاز جدا، شاشة 15.6 بوصة، فيها سنسور وشاشة فول اتش دي اي بي اس، وبيدعم القلم، وجهاز ممتاز جدا بمعالج اي 5 الجيل السادس. هنشوف مع بعض كده اهوت. يلا بينا مع بعض دلوقتي كده هنشوف المواصفات. رجعنا لكم تاني كده هنبص مع بعض على مواصفات الجهاز. الشركة مصنعة ديل. الموديل بتاعه انسبرينج 15 5567 5568 سوري 5568 بمعالج اي 5 جيل سادس 2.3 جيجا هرتز متغير لحد 2.4، وعليه رامات حاليا 16 جيجا. وهنا عليه معانا كارت الشاشة اللي موجود على الجهاز انتل اتش دي جرافيك 520 بيعلى لحد 8 جيجا. طبعا الكارت دوت داعم للفوتوشوب كويس جدا، وهنجربه دلوقتي مع بعض. البرنامج شغال عليه بطريقة سلسة جدا من غير أي مشاكل، وفي نفس الوقت سريع. حاجة جميلة جدا وسريعة جدا وتصميم وحاجة ممتازة جدا بجد. معانا الأبعاد بتاعة الشاشة مع الجهاز اهوت. الجهاز بتاعنا 1920 في 1080 اللي هو الفول اتش دي بخاصية الاي بي اس. والتاتش بتاع الجهاز معانا سريع جدا. هنجرب كده الرسام مثلا، هكتب بإيدي كده اهوت، نخلي الماوس كده بعيد مثلا كده. تاتش سلس جدا وخفيف جدا، حاجة ممتازة. كده جربنا كل حاجة في الجهاز، يلا بينا نرجع تاني. جهاز جميل جدا، ويلا بينا دلوقتي هنشوف المداخل والمخارج بتاعت الجهاز. معانا اول حاجه هنا هو زرار باور وزرارين فوليوم اب وداون، ومدخل كارت الميموري الكبير، وفي جنبه واحده يو اس بي 2، وجنبه اللوك. وفي الجنب التاني هنا مدخل السماعه الهيدفون جاك، اللي هي سماعه الموبايل العاديه، ممكن نوصل السماعه ونستخدم المايك بتاع السماعه نفسه. في اتنين يو اس بي 3 شغالين باور، وفي واحده اتش دي ام اي، وفي جنبه مدخل بتاع الشاحن. في من الظهر هنا اهوت في المفصلتين متصممين من المعدن طبعا، وفي ما بينهم فتحة تهوية عشان لو انت قالب الجهاز 360 درجة ومحوله تابلت يبقى في منفذ لخروج الهواء وتبريد الجهاز، وان هو ما يسخنش او يهنج منك او الكلام ده كله. فتصميم نازل ممتاز جدا وجميل جدا. ورجعنا لكم تاني بعد ما جربنا كده كل حاجة وشفنا المواصفات بتاعة الجهاز والمداخل والمخارج بتاعته. وبنتمنى تعملوا لنا لايك ومتابعة للقناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. وهتلاقوا تحت الفيديو المواصفات والسعر بالكامل، يعني كل حاجة هتلاقيها موجودة تحت الفيديو، وطرق التواصل وكل حاجة. ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.